ما زال جرح الأحزان ينزف، ودموع أسر الضحايا لم تجب. منازل بالكامل تحولت إلى سرادقات لتلقي العزاء. هو منزل الأستاذ فكري نجيب ناشد الذي اغتالت أيادي الإرهاب أفراح أسرته، لتسقط زوجته وشقيقتها وابنتاه مريان ابني الحبيب، ولم يتبقى له إلا انهض الدموع. حاملا صليبك على كتفيك، وسر في طريقك بالقرب مني، دائما أقرب فأقرب إلي. كل فكر يكون لي كما تذوب نظرتك في نظرتي. انظر إلي نظرة ثقة رقيقة، إني أثق فيك برغم مدى صغرك، فكم يجدر بك أنت بالأحرى أن تضع ثقتك فيا. أنا غير المحدود القدرة. مراتي وبنتي وخالته، اخواتي المسلمين اكتر من المسيحيين اللي عزوني وبيعيطوا اكتر من المسيحيين. ففي حاجه غريبه في البلد، يعني احنا متربيين طول حياتنا على ان المسيحي جنب المسلم، فما اعتقدش دول مسلمين اللي عملوا كده، مش ممكن يكونوا مسلمين يعني. سامحني يا رب لان ظهرت ضعف، مش جاهز ريحتك هو يا خالد عظيم عطاء رجائي فيه اتكالي عليه حياتي بين ايديك، انت اللي تدبرها وانت اللي ترشدها وانت اللي تخلص. بلاش حد غيرك، ما اعرفش حد غيرك، مش هتكلم مع حد غيرك. اموري كلها امامك على مذبحك وعلى ذبحك. ارحمني وسامحني. حنن علي يا ربنا، لأجل خاطر دمك، لأجل خاطر الصليب ارحمني، لأجل خاطر كان الشوق سامحني، لأجل خاطر المسامير لأجل خاطر الصيام طلبت، لأجل خاطر العروق سيني، لأجل خاطر العطول مر أنا ضايق المر، لأجل خاطر فهيك فيها الخلاص تلاقي العالم. يا رب اقبلني عشان خاطر ام العادل يا عادل يا ام صليلي عشان ربنا يرحمني على ما انا عايش فيه. يا كل الملائكة، يا كل القديسين، يا كل الشهداء، يا كل القوات السمائية، صلوا من أجلنا جميعا لينعم ربنا علينا كنيسة السلام وعلى هذه المدينة بالاستقرار، حتى لا نكون سبب عصر أحد ولا تعب أحد ولا ضياع. الحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان بمقدار حبة من خردل لقلتم لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولما عجزتم عن شيء. وهذا الجنس من الشياطين لا يطرد إلا بالصلاة والصوم.